دي ام جي 7 وانا اكيد مش جاي اعمل لها ريفيو تاني، انا عملت لها ومصر كلها عملت لها ريفيو. انا جاي اوريك الفئه الجديده اللي حلت كل الحاجات اللي كانت الناس بتشتكي منها. العربيه اخيرا بقت بتيجي بالسبويلر اللي بيفتح، وبصراحه السبويلر ده مغير شكل العربيه خالص من ورا ومخليها احلى بكتير. العربيه بقى فيها بوس ساوند سيستم، واحد من احسن الساوند سيستمز في العالم، والوايرلس شارجر بقى شغال اخيرا. العربيه كان فيها كاميرات 360 بس ما كانش فيها اي حاجه من انظمه الاداس، دلوقتي بقى فيها يعني يعتبر كل حاجه تقريبا. الحاجه الوحيده اللي كان نفسي يحطوها برضه ما حطوهاش هي الستاره على البانوراما، تقريبا ملاك ام جي بيحبوا التاني عايزين يعملوا لون. تعالوا اكلمكم بصراحه، العربيه دي دلوقتي بالذات بعد ما المنافسه اشتعلت في السوق بقى سعرها يعتبر غالي، ولكن العربيه دي ما زالت بتقدم احلى شكل العربيه سيدان لحد ال 2 مليون جنيه. مع كامل احترامي بقى لكل العربيات السيدان الثانيه، العربيه دي شكلا بجد بتلعب لوحدها ومفيش اي عربيه قريبه منها حتى. بجد سعرها محير قوي، عشان لو بصيت لها مثلا مقارنه بالكرولا والايلانتر هقول لك سعرها كويس، دي عربيه ميد سايز سيدان، انما لو قارنتها بقى بالبدائل الصينيه فهتلاقيها غاليه، فيها عمليه نسبيه، بس هي لو نزلت 150 الف هتدغدغ السوق تاني. فمن غير ما اطول عليك قلت اقول يا ابو السفاسيف، انا العربيه دي رغم ان عندي عليها بعض الملاحظات، زي ان مثلا كنت مستني يبقى ادائها احسن ومستنيها تنزل في السعر شويه، الا ان المشاشات الكبيره هيفضل ليها مكان في قلبي مش هيتغير بصراحه، وهتلاقيها في اكستريم موتو.